عايزين تاكلوا حاجة حلوة وسريعة ما تاخدش منكم وقت ولا تحتاجوا تشغلوا الفرن؟ هنعمل النهاردة جاتو شاتو بالشوكولاتة في الأكواب بدون فرن، اقتصادي قوي وطعمه رهيب. هتحضروه في الخلاط كده بسرعة بحبتين بيض بس، ومش هياخد منكم أي مكونات كتير. في الخلاط هضيف كوباية من السكر وعليها نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، كوباية من الزيت وكوباية من الحليب. بس الحليب مش هضيفه كله مرة واحدة، يعني هسيب تقريبا معلقتين كبار كده في الكوبايه على جنب، هحتاجهم بعدين. هاخد بقى المكونات دي كده في الخلاط واضربها لمده 5 أو 7 دقايق. هيتكون عندنا صوص شوكولاته تقيل قوي. هناخد منه كوبايه الا ربع، نسيبها على جنب، وارجع تاني لباقي كميه الصوص اللي موجوده في الخلاط، وهزود عليها حبتين من البيض، معلقه صغيره من الفانيليا، وباقي كميه الحليب اللي اتبقت في الكوبايه. هنضرب كل دول مع بعض وكده يبقى عندنا خليط سائل. نبدأ بقى ننخل عليه باقي المكونات الجافة، اللي هي عبارة عن كوباية من الدقيق، معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وطبعا على الدقيق اساسي رشه ملح. هنقلب بقى كده بمضرب يدوي او بسباتيولا، نتاكد ان كل الدقيق اختلط تماما وما تقلبوش كتير، يعني دقيقه واحده بس، وكده يبقى الخليط جاهز معانا. هستخدم بقى الاكواب الفخار دي، بديها الاول نقطه زيت كده بسيطه بدهن بيها الاكواب بتاعتي من جوه. ممكن تستخدموا اكواب ازاز او تستخدموا فناجين الشاي. بعد ما تدهنوها بنقطه زيت بتبداوا بقى تحطوا خليط الكيك فيها كده لغايه نص الكوب، يعني انا مش عايزه التلتين زي ما بنعمل في اي كيكه عاديه، احنا عايزين بس لغايه نص الاكواب دي علشان يكون عندنا مساحه نعمل اكتر من طبقه. ونيجي بقى للتسويه. طبعا احنا هنسوي الكيك بتاعنا من غير فرن، فهنحتاج حله او طاسه تكون الحواف بتاعتها عاليه شويه، وابدا ارص فيها الاكواب بتاعه الكيك. بعد كده باخد ميه سخنه بتغلي وبضيف الميه دي في الحله او في الطاسه لغايه ما توصل لنص الاكواب اللي انا حاطه فيها الكيك، يعني لغايه النص بس مش اكتر من كده. واهم حاجه بقى الغطا بتغلفوه بفوطه زي ما انا عملت كده، علشان لو في اي بخار بيطلع من الميه ما ينزلش تاني على الكيك ويخليها معجنه من فوق. النار بقى اللي بنسوي عليها بتكون على اهدى حاجه، واول ما الميه تبدا تغلي كده بتحسبه من 12 لغايه 15 دقيقه وتبقى الكيكه استوت تماما. بنشيل بقى الكيك من الحله ونسيبه على جنب يهدى شويه. ودلوقتي بنحضر شويه كريمه نحطهم على الكيك، عباره عن نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام بدون اي اضافات، وتلت كوبايه من السكر، نص كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، ومعلقه كاكاو علشان يبقى بنكهه الكاكاو. بنرجع بقى للكيك بتاعنا بعد ما هدي تماما، وبنسقي كل كوبايه كده بمعلقه كبيره من الحليب. دي خطوه اختياريه لكن بتخلي الكيكه طريه ومتشربه وطعمها حلو قوي. بحط بقى الكريمه كده في قمع او في كيس، وابدا اوزع الكريمه كده على الكيك من فوق، ودي كده تاني طبقه اللي هي طبقه الكريمه. بعد كده برجع للصوص اللي احنا اخدناه في الاول خالص، وبخففه كده بمعلقتين حليب علشان يتصب معايا بسهوله، وابدا اوزعه كده على اكواب الكيك، ودي اخر طبقه. ممكن بقى تزينوا كده بشويه من الشوكليت شيبس على الوش او تسيبوها كده ساده واستمتعوا بقى. مش قادره اوصف لكم قد ايه الكيك ده طعمه بجد في حته تانية. يعني تخيلوا بجد عملنا جاتو شوكولاته 3 طبقات، تحضير 10 دقايق وتسويه 15 دقيقه بس على النار من غير فرن. عايزاكم تجربوه. لو نفسكم تاكلوا حاجه حلوه وما عندكوش وقت، لازم بجد تقوموا تجربوه حالا وتعرفيني رايكم.